وحولت عينيها اللي كانت حرفيا بتسحر من جمالها لعيون شيطان، كل من يبصلها يتحول لحجر. وبعدين هربت بطلتنا عشان تعيش في الكهوف وسط ضلمة ووحدة مدمرة. ولكن ما انتهتش قصتنا، ففي ملك من ملوك الإغريق كلف محارب اسمه بريسيوس بإنه يقتل بطلتنا، وساعد بريسيوس أثينا نفسها بإنها أعطته الدرع السحري بتاعها بحيث يشوف بطلتنا من انعكاس الدرع من غير ما يضطر إن هو يبصله. وهيرمس اللي عطاله صنادل مجنحة يقدر يستخدمها في الطيران. وفعلا دخل بريسيوس كهف بطلتنا وقدر يقطع راسها، ولكن وهي نايمة عشان يتم اغتصاب جسم بطلتنا للمرة التانية. وخرج من جسمها بيجاسوس الحصان المجنح اللي بيرمز